يخدم الهلال الأحمر الكردي آلاف المواطنين المرضى ويستقبلهم بشكل يومي من الشهباء إلى ديرك. كما افتتح الهلال الأحمر الكردي مراكزاً له في جميع مناطق شمال شرق سوريا. ويعتبر مستوصف قامشلو في الحي الغربي التابع للهلال الأحمر الكردي أحد أهم مراكز الرعاية الصحية في سوريا، والذي يحتوي على العديد من الأقسام، وأهمها قسم الكشف المبكر لسرطان الثدي. وللحديث عن المركز وأقسامه وأهدافه تحدثت لنا مديرة مستوصف الهلال الأحمر الكردي في قامشلو شيرين علي. المركز عنا هون بشكل عام في له عدة أقسام عم نقدم خدمات هون عنا بالمركز. في عنا قسم الداخلية اللي هو من الساعة 12 للساعة 2 الظهر بيجي الدكتور المختص. في عنا كمان عيادة للأطفال، كمان بيجي دكتور أطفال مختص عنا من الساعة 8 للساعة 11 الصبح. وكمان عنا عيادة النسائية كمان دكتورة مختصة. وفي عنا قابلة قانونية كمان، هي كمان دوامها من الساعة 8 للساعة 11 الظهر. في عنا كمان هون قسم اللاشمانيا اللي هي حبة حلب. في عنا صيدلية كمان، وعنا مخبر مشان التحاليل كمان. فالمريض أول ما بيجي لعنا بيمرق على قسم الاستعلامات لحتى مدخلين البيانات ياخدوا الاسم تبعه والأرشيف تبعه، ومن بعدها بيروحوا لعند الدكتور، ومن بعدها الدكتور حسب حالته وحسب الأدوية المتوفرة عنا، سواء كانت متوفرة عنا هون بالصيدلية فنحن بنصرفها هون من عنا، وحسب التحاليل كمان الموجودة عنا والمريض بحاجة لها كمان بنعملها هون عنا بالمخبر. في عنا كمان قسم للماموغراف كمان. هلا القسم الماموغراف هو القسم المهم عنا هون بالمركز، نحن فاتحينه من حوالي 3 سنين، فاتحين هذا القسم عنا هون بالمركز. الشهر اللي راح اللي هو شهر التوعية، الشهر الوردي، قمنا بعدة نشاطات هون بالمركز. كثفنا التدريبات عن الكشف المبكر لسرطان الثدي، طبعا سواء ضمن المركز أو خارج المراكز تبعنا. كمان قمنا بمبادرة منا حملة للأربعة أيام من 15 الشهر ل 18 الشهر. زودنا فيها ساعات الدوام من الساعة 8 الصبح للساعة 6 المساء. كان الغاية من هاي المبادرة إنه استقبال عدد أكبر من النساء، وخاصة النساء العاملات اللي الصبح عندهم دوام ما بيقدروا يجوا لعنا، فعطيناهم المجال لحتى يجوا بعد الظهر لعنا. كمان وزعنا بروشورات على حواجز اللي مداخل ومخارج المدينة كمان، وكمان ضمن المدينة كمان وزعنا بروشورات عن التوعية والتثقيف وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذا القسم الذي يحتوي على أجهزة حديثة خاصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويعتبر نقلة نوعية لخدمة النساء في المنطقة من كافة الجوانب الصحية والمادية. وكما أن جهاز الماموغراف يعتبر من الأجهزة الفريدة من نوعها في المنطقة. أمين فنية أشعة، عم اشتغل هون على الجهاز الماموغراف. هو جهاز شعاعي فريد من نوعه، هو حاليا أكثر جهاز عم نستخدمه لكشف السرطان، وهو الوحيد بالقامشلي. هو جهاز شعاعي أشعته على شكل خطوط مستقيمة، وبالنسبة للأضرار ما عنده أضرار كتير على الجسم. نستخدمه للنساء خاصة للعمر الفوق 40، أما بالنسبة لل30 نستخدم لهم إيكوغرافي. بس أحيانا في حالات استثنائية عندهم سوابق عائلية أو عوامل وراثية، بتدخل المريضة عنا بنعمل لها تثقيف صحي، بعدين بنعمل لها فحص ذاتي، وبعدين بتجي على الإيكوغراف بنعمل لها إيكوغرافي. الشهر الوردي الشهر الماضي كان عندنا حملة 4 أيام، كنا نضل من الساعة 8 للساعة 6، وكمان عملنا ندوة بشكل ثقافي شاركت فيه الدكتورة بليندا، وعطت معلومات كتير حلوة ومفيدة للمرضى، ووزعنا هيك يعني مثلا مثل وسام شرف للمرضى. كانت حملة كتير حلوة واستفادوا منها كتير ناس يعني.